كتير من البياعين بيستغربوا ليه العملاء بيتاخروا في ان هم ياخدوا قرار الشراء وينفذوا البيع. خلي بالك انت كبياع لازم تبقى فاهم ان السوق اتغير والبيع زمان مش زي دلوقتي. العميل بقى فيه شويه اسباب وعوامل بتخليه يتاخر في اتخاذ القرار، اولها ان بقى قدامه عروض كتير جدا ومنتجات كتير جدا عليها اوفرز وعليها ديسكاونت، فبالتالي العميل بيحاول يدور على اقصى استفاده ممكنه يستفيدها من العروض اللي موجوده معاه، فهيجي يبص عندك وعند غيرك عشان خاطر يقرر الشراء. فبالتالي انت كبياع لازم تبقى عارف ان العميل محتاج انه ياخد وقت شويه. نقطه كمان، القدره الشرائيه عند العملاء حصل فيها تأثير بسبب الأزمات اللي حصلت، فبالتالي العميل بيفكر كتير او تلاقيه بيختار او بيحلل او بيحاول ان هو يدور على اقصى استفاده للحاجه اللي هو عايز يشتريها. كمان لو سعر المنتج غالي العميل مش هياخد قرار في يوم وليله، لازم تبقى فاهم ان هو هياخد وقت يفكر ويقرر ويدور ويروح ويسال عشان خاطر يتاكد ان الفلوس اللي بيحطها سواء في شقه او في عربيه او في فيلا في المكان الصح. النهارده في ازمه موجوده كبيره جدا مع البياعين في العالم، وهي ازمه الثقه. العميل عنده مشكله في انه ما بقاش يثق في اي حد بسهوله، لانه اتضحك عليه قبل كده من بياعين زيك ضحكوا عليه واخدوا فلوس العميل وما حصلش على الفايده اللي كان المفروض هو يحصل عليها. فعشان كده لازم تبقى فاهم ان العميل بيدور على حد يثق فيه. لو العميل كمان فشل انه يختار منتج صح مناسب لتوقعاته وطلباته واحتياجاته، صدقني هتلاقي العميل برضو عنده اكثر حرص في اتخاذ القرار بتاعه. شويه العوامل ديت لو انت كبياع فهمتها واشتغلت عليها وتعاملت مع العميل على اساس العوامل ديت، هتلاقي العميل بياخد معاك القرار بشكل اسرع.